ناصر منسي مفروض يتعمل له تمثال. بكل صراحه يا جماعه انقذ فريقه في اللحظه. يا عم انا مش عاوز اقول دقايق اخيره عشان في ناس ما تضحكش وتقول لك ده يا جدع في اللحظات. ده بتروجيت جاب جون في الزمالك في الدقيقه تقريبا 96 يا 97. في لحظات ناصر منسي بيتعادل. يعني اللاعب زي ده المفروض يتعمل له تمثال في النادي اساسا. انا خلاص قلت الزمالك اتهزم، وطالع بقى اعمل الفيديو واتكلم على اخطاء وضربات الجزاء لم تحسب ومش عارف. اتفاجئ ان الزمالك اتعادل. اشوف الاعاده، احنا ما شفناش اساسا غير في الاعاده. بشوف الاعاده لا ناصر منسي مدخل هدف والزمالك اتعادل. انت متخيل؟ ما حصلتش ولا هتحصل. ناصر منسي ده المفروض يتعمل له تمثال. الزمالك لعب ماتش كويس جدا الى ابعد الحدود. ما تقوليش لا ده ماتش مش كويس، لا لعب ماتش كويس. هتقول لي طب ما سددش اهداف ليه؟ ما جابش جونين ليه؟ امال زيزو امال عبد الله السعيد لعبوا وسددوا وحاولوا، ولكن التوفيق مش معاهم. بتروجيت يا غالي مهزوم اخر ماتشين من الاهلي ومن سموحه، فبالتالي انت حظك السيء وقع معاه، فهو لازم يا اما يتعادل معاك يا اما يفوز عليك، ما فيش حل غير كده. ما هو انت اللي قدامه. يعني لو فريق تحت شويه كنا قلنا ماشي، اما ما فيش غير انت. يعني انت اللي قدامه. بصراحه لعبوا، يعني هم بتوع بتروجيت لعبوا وشدوا حيلهم شده مظبوطه. اي نعم في الشوط الثاني كان شويه في الاداء. الزمالك لعب وشدت حيله حتى الاستحواذ 69 مقابل 40، يعني حلو خالص. لعبوا. طبعا في 3 ضربات جزاء لم تحسب. يعني انا مش عاوز اتكلم في حوار التحكيم ده يا جماعه لانه مش يعني، انا اتكلم على الاداء، اتكلم على اللعيبه. اما الماتش التحكيم ما اتكلمش على التحكيم ولا اقول لك التحكيم عمل ايه ولا خلى ايه، عشان برضو يعني ايه الحكام. اكيد في حكام فار واكيد في مساعدين، فمش احنا يعني اللي هنيجي في النهايه ونزيط مع اللي بيزيطوا. احنا نقول اللي نتكلم على الاداء وخلاص، اللي نفهم فيه نتكلم فيه. التحكيم ده قصه تانية خالص. هارد لك للزمالك وهارد لك برضه البتروجيت، مع ان انا يعني بحب الزمالك بس سعيد ان بتروجيت ما تهزمش. نادي عنده ادارات ونادي برضه يعني في لعيبه، ومش في الاخر هيتهزم 3 ماتشات ورا بعض. مش هتيجي يعني. وان شاء الله الزمالك في ماتش الاهلي هيعمل ماتش كويس باذن الله، ونروح بقى نسمع الماتش الثاني، ماتش الاهلي والاسماعيلي.